الله عنه لما نزل بكربلاء سأل عن المنطقة فقالوا له كربلاء. شلون نطقها؟ نطقها كرب وبلاء، فجرى له ما جرى. ومن ذلك قول مجنون ليلى: فلو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصا، أصم فنادتني أجبت المنادية، فابتلي بذلك فصم وعمي. ومن ذلك أيضا قول المؤمل الشاعر: يتغزل بامرأة في الحيرة، شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر فأصبح أعمى. وشوفوا شلون الواحد يجيب المصيبة لنفسه بلسانه. في آية في القرآن اسمها آية اللعان، يقول الله فيها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية ذكر في سبب نزولها أن رجل جاء لرسول الله وقال: يا رسول الله، أرأيت لو أني وجدت رجلا مع امرأتي ماذا أفعل؟ تكلمت ما عندي شهود جلدتموني، وإذا قتلته راح تقتلوني، وإذا سكت راح أسكت على غيظ، شو أسوي؟ أنا هو يقول الكلام هذا وما صار شيء، يعني ما لقى رجل مع امرأته. فنزلت آية اللعان، وبعد مدة جاء هو وامرأته عند رسول الله فتلاعنا. سبحان الله. يذكر أن ملك العرب المنذر بن المنذر نزل منزلا، فقال رجل شاف قدامه مرتفع، قال: إذا ذبح رجل أين يبلغ دمه من هذه الرابية؟ فقال المنذر: المذبوح والله أنت، ولا أنظرن أين يبلغ دمك. ثم أمر به فذبح. فقال رجل ممن حضر: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. ما قلت لكم في بداية المقطع: لا تشمت بأحد ولا تسخر منا ولا تستهزئ بأحد من الناس، ترى والله إذا استهزأت بأحد وسخرت منا راح يقع الشيء فيك. اجتمع الكسائي واليزيدي وهما من كبار القراء في مجلس الرشيد. احضرت صلاة المغرب، صلى الكسائي بالناس وقرأ قل يا أيها الكافرون وضيع فيها. فقال اليزيدي: الكسائي قارئ الكوفة ما يعرف يقرأ قل يا أيها الكافرون. بعدين حضرت صلاة العشاء وقدموا اليزيدي، شوفوا ايش سوى. كبر وقرأ الفاتحة وضيع بالفاتحة، وبعدين سلم وقال: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. من غرائب الأخبار أيضا ما ذكره عبيد الجرهمي، يقول: أعجب شيء شفته بالجاهلية إني مشيت ومريت على قوم من قضاعة يحملون جنازة يبون يدفنون، فيقول تبعتهم ودفن الرجل، وبعدين انتبهت عن القوم وعيناي تذرفان وتمثلت هذا البيت: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. مع واحد قريب منه قال له: تعرف الرجل اللي دفناه؟ قال لا. قال: تعرف من قائل هذا البيت؟ قال لا. قال: قائل هذا البيت هذا الذي دفناه. شفت اللي واقفين هناك هؤلاء قرابته، أسر الناس بموته، فعجبت شلون وافقت. إن البلاء موكل بالمنطق. كل واحد منا لازم يحفظ لسانه. الأمور هذه ما فيها ضحك، ما فيها مزاح، ما فيها غشمرة. لا تمزحن بما كرهت فربما ضرب المزاح عليك بالتحقيق. وهذا باختصار ما يمكن قوله حول هذا المثل العربي الأصيل: إن البلاء موكل بالمنطق. في